هذا البرنامج برعاية شركة ياسر العوضي للأثاث المودرن، مجموعة شركات ريتاج وسما دبي ويوسفكو العالمية للاستثمار العقاري، رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال المصري محمد صدقي الجعفري. النهارده على غير العادة كان عندي حلقة على الهوا. لما انتوا هتشوفوا دلوقتي الحلقة دي هيبقى عدى اسبوع طبعا. بعد ما خلصت الحلقة استاذ احمد مراد كلمني، مسؤول الملف الامني في البرنامج، قال لي ان في حادثة في البدرشين، شاب ملوش اي ذنب اتقتل غدر بطريقة بشعة وهو شغال على توك توك. هنسجل دلوقتي مع اهله وهنعرف الموضوع بالظبط. ازيك يا حاج؟ في البداية بقول لك البقاء لله. البقاء لله. ابنك كان عنده كام سنة اللي توفى؟ عنده 22 سنة. احكي لي بقى ايه اللي حصل بالظبط ومين اللي قتله والموضوع حصل فين وازاي؟ والله في يوم حضرتك انا راجل بطلع على اكل عيشي، ببيع شوية فاكهة زي ما انت شايف كده، وجيت من البياع قعدت شوية وبص بعد المغرب على طول واحد اتصل بي اسمه عبد النبي، قال له تعالى وصلني البركة. ف والدته بتقول له طب اقعد يا ابني لما تتعشى، قال لها يا اما هاجي على طول. فراح وشوية بصيت لقيتهم اتصلوا عليا قالوا لي الحق أسامة مضروب في البركة. كانش بينام عن أمه، كانش بيدوق لقمة في البيت، كانش يهون عليه يجيب سندوتش عشان ياكل، يقول يا أما كمل قسط التوك توك، التوك توك يا أما القسط يا أما. أقول له ماشي يا ابني، احتجت حاجة يا ابني أنا أكملها لك يا ابني، اشتغل برعب. وفي يوم كنت أنا قاعدة على الفرش، لنا فرش برا هنا، معدى عليا بقول له رايح فين يا أسامة؟ قال لي واحد يما رن عليا وقال لي تعالى وصلني البركة. قلت له يا ابني ما تروحش، صوت عليك سيدنا النبي يا ابني ما تروحش. قال لي يما هروح مش عوق. كان قلبك حاسس يا ماما عشان كده كنت بتقولي له ما تروحش؟ بحاسس. قلت له النبي يا ابني ما تروح. قال لي يما هروح مش عوق. قسم دماغ ابني كده وشفته في المستشفى لقيت كده يا امه نفوخه طالع لي بره وجسمه كله. ربنا يرحمه يا ماما ويصبركم، هو مات شهيدي ان شاء الله. لازم يموت، لازم يموت بأمر الله زي ما ربنا قال. الوقت أي محامي يترافع للناس دي يبقى ما عندوش ضمير ولا يعرف ربنا، وربنا يحاسبه عشان هيترافع في الباطل. لازم الواد يموت عشان نفسيتي ترتاح. يعني التوك توك ده كان جايبه بالتقسيط وبيكون نفسه عشان يتجوز وملحقش يتجوز؟ كان عامل جمعية مع واحدة قصتنا. انتي اخته؟ ايوه اخته. الاول ربنا يصبرك، انا عارف ان الموضوع صعب عليكي. انا كان اديله اسبوع ما شفتوش. انا ساعة ما اول ما قالوا لي ان اخوك اتعور، ناس طلعوا عليه وعوروه وخدوا منه التوك توك. ما كناش نعرف بقى ان هم ما خدوش التوك. انا اول حاجة فكرت فيها ان انا عايزة اشوف اخويا بس، ما فكرتش في اي حاجة تانية. كل اللي كانت امنية حياتي ان انا اشوفه، وانا قلبي حاسس ان انا كنت هشوفه لاخر مرة في حياتي. انا قلبي حاسس لما قالوا لي ده اتضرب ببلطة قلت مش هشوف اخويا تاني. انا بطلب باعدامه، ما بطلبش ازيد من كده، بالشن عشان دمنا يهدى كده. احنا ناس على قد حالنا، ولا معانا سلاح هنقتل ولا معانا فلوس وهنجري نجيب اسلحة زيهم وهنقتل. احنا بنطلب العدل بتاع ربنا، اكتر من كده مش طالبين.
العدل بتاع ربنا بس ان هم يشنوا حق اخويا يجي، عشان احنا كده مش مستريحين. طول ما اخويا حقه ما جاش مش هنستريح، واخواتي مش مستريحين. انا بصراحه ربنا انا شفت اخويا لحد النهارده كده عينيا ما دمعتش على اخويا، مش عشان حاجه، عشان انا اول حاجه بفكر فيها هو حق اخويا. ماشي، كان قدامي الفرص كتير، كان قدامي اجيب اي حاجه سلاح زي ما الناس بتعمل واموت لا، بس الكلام ده لا. انا مشيت قانوني من اول المستشفى، مشيت قانوني وماشي لحد دلوقتي قانوني، ورغم ان في محامين لعبت بينا هنا وخلوا ابويا الغلبان دوت كان عايز يروح يعمل محضر غلط، ورغم كده ربنا واقف معانا وعملنا كل حاجه. تطلب ايه من المسؤولين؟ انا اللي غسلت اخويا برضه بايديا، منعت اي حد يغسل، وانا اللي غسلته كده بايديا في قلب المشرحه. ما عيطتش عليه وانا بغسل، ولا هو جسمه مفرتك ولا دماغه مفرتكه، لا، عشان انا عارف ان حقه هيجي. ما جاش برضه بالقانون، احنا هنجيبه، احنا اخوات كتير، بس احنا مش عايزين نخش في سلسله الدم، مش عايزين، لان احنا عارفين سلسله الدم ده اخره ايه. مش هسيبه برضه، هنخرج. ما احنا قدامنا ابوه واخوه وعيلته كلها، بس احنا لا، احنا زي ما ربنا قال اللي قتل يتشنق. ابوه واخواته سيادتك طول النهار في البلد قدام عينينا وبيحاربونا كل يوم في البلد قدام عينينا، رايح جاي بيجروا مشاكل معانا. بيجروا مشاكل معاكم بدل ما يجي يطلبوا السماح؟ عشان عيل من عيالي يتهور ويخبط واحد منهم خبطه ويضيعوا القضيه ويبوظ القضيه بتاع الواد. اطلب من المسؤولين عدل الله، الشنق زي ما عدم ابني يتعدم. عيل طالع ياكل عيش لقمة عيش عشان يجهز نفسه للجواز، يموتوه. يعني انا طول ما هو عايش بخاف على اخوان، ان برضك صعب ان هم يشوفوا اخوهم دماغه كده مشقوقه والجمجمه مشقوقه نصين، واللي شق دماغه كده عايش لحد دلوقتي، وهم واقفين مش عارفين يعملوا اي حاجه. اخر مره شفت اخوك كان امتى؟ كان يوم السبت اللي هو ده، اتعور يوم الاربعاء، وانا كنت باجي كل سبت، ما شفتوش الا يوم السبت، قعدت اسبوع بقى ما شفتوش الا ساعه ما قالوا. هو انتوا لقيتوه مقتول في مكانه ولا كان صاحي وبعد كده مات؟ لا، هم عوروه بالبلطه ورموه في الترعه بكل حاجه. يعني بعد ما قتلوه رموه في الترعه؟ ايوه، هم بيضربوه بالبلطه، راح مصرخ جامد، التصريخه بتاعته ديت الناس سمعت الصرخ بتاعه، فطلعوا يجروا، كانت في عربيه جايه ملحقوش شيء، ياخدوا التوك توك، رموا شباشبهم في الميه ورموا البلطه وطلعوا يجروا، سابوا كل حاجه. انا بطالب بالاعدام بس بالشنق، انا كمان مش بطالب بالشنق بالسهل كده، انا نفسهم يجيبوا بلطه ويعملوا فيه زي ما عملوا في اخويا في ميدان عام كده قدام الناس كلها، عشان طول ما هم اساسا ما بيعدموش حد، وطول ما هم ما بياخدوش حق الغلابه اللي زينا، البلاوه هتكتر والجرائم هتكتر. احنا كنا بنتفرج على التلفزيون، ما كناش متوقعين ان احنا هيحصل فينا حاجه زي كده، ان اخويا يحصل فيه حاجه زي اللي احنا بنتفرج عليها دي، عشان 5 جنيه. هو طلع عشان 5 جنيه، مش طلع عشان حاجه، اجره ب5 جنيه عشان يكمل حق القسط بتاع التوك توك، وكان داخل في جمعيه يجيب بقى شبكه، كان امنيه حياته ان هو يجيب شبكه ويتجوز، واللي حصل خلاص راح، ولا جاب شبكه ولا اتجوز، خلاص قضوا عليه. زي ما شوفنا احنا موجودين مع بعض في منشية دهشور تبع البدرشين. بناشد المسؤولين، بناشد رئيس المباحث اللي موجود هنا، يا ريت يبقى في حزم شويه، لان انا سمعت كمان الاهالي وهم بيتكلموا دلوقت ان في حادثه برضو تانية، ان في ولد تاني بتوك توك شغال علشان اكل عيشه اتضرب ببلوك واتاخد منه التوك توك، وهو دلوقتي في القصر العيني ما بين الحياه والموت. هنتاكد دلوقتي من صحه المعلومه من الاهالي. السلام عليكم. في البدايه عرفني بنفسك. السلام عليكم. ابو ادم او الشهر احمد ابو عبده. ابو ادهم، انا سمعتكم انتوا بتتكلموا دلوقتي قبل ما امشي، قلتوا ان في ولد تاني نفس القصه في البلد دي. في ولد حوالي 16 سنه، سمعنا الخبر انه اتضرب برضه بآلة حادة على دماغه،
فوجئنا ان الفيديو انتشر على الفيسبوك. اصحابه بتاع التوك توك اتلموا حواليه وصوروه ورفعوا الفيديو. مضروب بآلة حادة جامدة هنا، فقد الوعي وراح القصر العيني برضه، واتسرق التوك توك بتاعه. نفس القصة نفس القضية. يعني اللي السارق عارف ان البلد فيه شاب صغير مات ما كملش ايام، وبرضه ناس تجرأت وجات سرقت. فلازم يكون في حزم. انا عايز اوصل رسالة لأهل الشخص اللي قتل أسامة ان ما حدش بيخاف من حد، والناس دي لجأت للقانون ان تاخد حقها بالقانون. والوقت اللي احنا فيه ما فيش مخلوق بيخاف من التاني، كله بيجيب حقه بايده. لو سألت أي حد عن أفضل مكان بيبيع الأساس المودرن في دمياط ومصر هيقولك أكيد ياسر العوضي. ياسر العوضي. ياسر العوضي. شركة المهندس ياسر العوضي للأساس المودرن، تصميمات عالمية من الخامات الطبيعية بصناعة دمياطية 100%. فريق عمل متكامل بيعمل على مدار 24 ساعة لتلبية طلبات العملاء. الحكاية بسيطة جدا، اتخصصنا في الأساس المودرن لحد ما أصبحنا من كبار صناع الأساس المودرن في مصر ودمياط. ولأننا بنصمم منتجاتنا بإيدينا وبنصنعها في مصانعنا، أسعارنا هترضي جميع العملاء. ولو بتفكر تنزل دمياط علشان تشتري أساس مودرن، يبقى مفيش غير ياسر العوضي. أحدث الموديلات وأرقى التصميمات العالمية بأيادي مصرية. ياسر العوضي للأثاث المودرن، قمة الإبداع في دنيا الأثاث. ياسر العوضي للأثاث المودرن، قمة الإبداع في دنيا الأثاث. دمياط، مدخل دمياط الجديدة. تليفون رقم 011 567 035 أو 0150 63 455. مجموعة شركات ريتاج وسما دبي ويوسفكو العالمية للاستثمار العقاري. من أهم الأعمال برج الساعة بمكة المكرمة، والذي يعد ثاني أكبر ناطحة سحاب على مستوى العالم، وقطار الحرمين، والمشاركة في إنشاء برج المملكة بمدينة جدة، والذي يعد أكبر ناطحة سحاب على مستوى العالم بارتفاع يصل إلى 1800 متر، وكذلك إنشاء أكبر حمام سباحة خاص على مستوى العالم في مدينة جدة. مجموعة شركات ريتاج وسما دبي ويوسفكو العالمية للاستثمار العقاري. رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال المصري محمد صدقي الجعفري. هذا البرنامج برعاية شركة ياسر العوضي للأثاث المودرن. مجموعة شركات ريتاج وسما دبي ويوسفكو العالمية للاستثمار العقاري. رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال المصري محمد صدقي الجعفري.